لو قلت لك انك تقدر تدرس طب او هندسة او ذكاء اصطناعي في ارقى واحدث الجامعات في مصر من غير ما تدفع مليم واحد، وكمان تاخد راتب شهري ومصاريف اعاشة كاملة لحد ما تتخرج، هتصدقني؟ السلام عليكم، إيه الاخبار؟ يا رب تكونوا بالف خير. اهلا بيك يا صديقي في اضخم فرصة تعليمية في مصر لموسم 2026 منحة علماء المستقبل. لو انت مخلص ثانوية عامة او ستم وجايب مجموع عالي بس قلقان من المصاريف، هات ورقة وقلم وركز معايا في كل دقيقة من الفيديو ده، لاننا هنشرح المنحة من الالف للياء. تعالوا نبدأ بالسؤال البديهي، هو ايه اصلا مشروع علماء المستقبل ومين اللي وراه؟ دي مش مجرد منحة عادية ولا جمعية صغيرة، دي مبادرة وطنية رسمية اطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون المباشر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممولة مخصوص لدعم الطلاب المتفوقين دراسيا من غير قادرين ماديا، وكمان ابطالنا من ذوي الهمم والاسر الاولى بالرعاية. واقول لك على المفاجأة، الارقام هنا مش مجرد مقعد او اتنين، المبادرة بتستهدف توفير نحو 35 ألف منحة دراسية، سواء منحة كلية أو جزئية في مختلف الجامعات المصرية الحديثة، عشان تضمن إن مفيش نبغة واحد حلمه يقف بسبب الفلوس. وبتوفر تغطية شاملة للمصروفات الدراسية بنسبة 100% من أول يوم تدخل فيه الكلية لحد يوم حفلة التخرج، توفير كافة مستلزمات الدراسة زي الأدوات والكتب والمواد الأكاديمية اللي تحتاجها، ونفقات الإعاشة والإقامة شهريا. أيوة بالظبط، المنحة بتصرف لك فلوس شهرية، وعشان كده الطالب المقبول بيلتزم بفتح حساب بنكي في أحد البنوك المعتمدة عشان يستلم عليه مصاريف الإعاشة بانتظام. وغير كده تطوير وبناء المهارات، بتوفر لك برامج إضافية وكورسات لغات ومهارات شخصية عشان تتخرج شخص جاهز لسوق العمل. المنحة متوزعة على كل محافظات مصر مع نسبة عادلة مخصصة للطلاب ولذوي الإعاقة. ندخل بقى على السؤال المهم، هل المنحة دي مناسبة ليا ومين يقدر يقدم ويتنافس عليها؟ قسمنا الشروط ل3 عواميد واضحة عشان ما تتلخبط. لازم تكون حامل للجنسية المصرية فقط، مخلص ثانوية عامة في مدرسة حكومية أو مدارس متفوقين ستيم، وتكون من خريج دفعة العام الحالي. لازم تكون من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، أو تكون من الطلاب اللي تم إعفائهم رسميا من مصروفات المدرسة. يعني لو أنت مش مستفيد من تكافل وكرامة أو حتى معفي من المصاريف مش هتقدر تقدم. تكون جايب الحد الأدنى للمجموع اللي هتعلنه المبادرة لكل كلية وهنتكلم عليه أول ما ينزل. تكون شخص حسن السيرة والسلوك ومش مفصول أكاديميا أو تأديبيا، وطبعا ما تكونش واخد منحة تانية ممولة بالتوازي مع المنحة دي. منحة علماء مصر بتركز على كليات المستقبل والمهن اللي السوق محتاجها بشدة. هي بتوفر في المجال الطبي تخصصات الطب البشري والتمريض والطب البيطري، وفي مجال التكنولوجيا بتوفر تخصص حاسبات والذكاء الاصطناعي، ومجال الهندسة كلية الهندسة بكافة فروعها وتخصصاتها القوية، وفي مجال الفنون والإبداع في تخصص الفنون التطبيقية والفنون والتصميم، والمجالات التنموية والتراث زي العلوم الزراعية الحديثة، السياحة والفنادق، وعلوم الآثار والتراث. يعني كل المجالات الحيوية موجودة ومفتوحة قدامك. المنحة مش في كلية عادية، دي بتشمل 31 جامعة أهلية ومؤسسة تعليمية من أحدث الجامعات في مصر، ومتقسمين كالتالي: الجامعات الأهلية المتخصصة زي جامعة النيل الأهلية، جامعة مصر المعلوماتية، الجامعة الأهلية الفرنسية، والجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، وجامعات المبادرات الرئاسية الكبرى زي جامعة الجلالة، جامعة العالمين الدولية، جامعة الملك سلمان، وكمان جامعة المنصورة الجديدة. والجامعات الأهلية والمحافظات عشان ما تتغربش موجودة في حلوان والإسكندرية وأسيوط والمنصورة والزقازيق وبنها وبني سويف وطنطا والمنوفية وشرق بورسعيد والأقصر وكل المحافظات تقريبا. ندخل بقى في الجد وطريقة التقديم وإزاي تسجل خطوة بخطوة من غير ما تقع في أي غلطة. الخطوة الأولى، بتدخل على موقع المبادرة وهسيب لك اللينك في الديسكريبشن. هتدخل بالرقم القومي وكمان الرقم السري، وهتلاقي حد بيقول لي أجيب من فين الرقم السري ده. الرقم السري هو الرقم المطبوع في شهادة الثانوية العامة. الخطوة الثانية والأفضل استخدام كمبيوتر، لأن ممنوع نهائيا تقدم بالموبايل. افتح لابتوب أو كمبيوتر عشان تضمن ظهور كل الخانات والايقونات مظبوطه وما يحصلش اي اخطاء اثناء رفع الورق. الخطوه الثالثه، السيستم اوتوماتيك هيظهر لك الكليات المتاحه ليك بناء على مجموعك والمحافظه اللي اتخرجت منها. اخر خطوه، ترفع ملفاتك واوراقك بالصيغه السليمه وتراجع بياناتك حرف بحرف قبل الضغط على ارسال. من الغلطات الكتير اللي بشوفها ان طلاب كتير بيسلموا بسرعه، مش بيقروا الشروط، مش بيرفعوا الورق بشكل سليم، وكمان بيكسلوا يطلعوا كل الورق، وده بيعمل اخطاء كتيره والابلكيشن بيترفض لانك ما كلفتش نفسك نص ساعه وتسلم طلب سليم. عشان لما تقعد تقدم تكون جاهز، جمع الورق ده في فولدر على جهازك. الاوراق الشخصيه هي بطاقه الرقم القومي بتاعتك وبتاعه ولي الامر، الوثائق الاكاديميه زي اصل شهاده الثانويه العامه او بيان النجاح والدرجات المعتمد، اثباتات الاستحقاق الاجتماعي زي الكارنيه والمستند اللي بيثبت انك مستفيد من تكافل الكرامه او قرار الاعفاء من المصروفات، وخانه الحساب البنكي هترفع فيها التعهد بفتح حساب بنكي تلقي مصاريف الاعاشه بعد القبول، وفي طبعا اقرار التقديم والتوقيع عليه من الطالب وولي الامر،
ورفعه على الموقع. طبعا عشان نرفع الاوراق بصورة صحيحة ممكن تستخدم برنامج كام سكانر عشان يديك جودة كويسة، وكمان لازم ترفع المستندات كلها بصورة PDF. ولو في اي مستندات تانية داعمة ممكن برضو ترفعها في خانة اثباتات الاستحقاق الاجتماعية مع الكارنيه او مستند الاعفاء من المصاريف. اتقبلت في المنحة، الف مبروك. بس استنى، ازاي تحافظ على المنحة دي وما تتسحبش منك؟ لازم تلتزم بكافة الشروط الموقعة بينك وبين إدارة المنحة والجامعة، ومن أول السنة التانية لازم تحافظ على GPA ما يقلش عن 3.0، وتلتزم باللائحة الجامعية وحسن السيرة، وما تصدرش ضدك أي قرارات فصل تأديبية. وما ينفعش تكون مستفيد من منحة تانية بتمول نفس دراستك بالتوازي. وصلنا لأخطر جزء في الفيديو، خلي بالك دي التفاصيل الفنية الصغيرة اللي بتسبب رفض ملفات ناس كتير من غير ما يحسوا. صيغة الملفات، المستندات والأوراق لازم تكون بصيغة PDF. لازم تتأكد إن حجم ملفك ما يزيدش عن 1 ميجا بايت. واهم حاجه بلاش تسمي الملفات تسميه عشوائيه، لازم كل ملف تسميه باسمك والرقم القومي ونوع الوثيقه دي. باب التقديم هيكون مفتوح من يوم 29 من الشهر الحالي لحد يوم 2/9، وهوافيكم بكل التفاصيل وطريقه التقديم باذن الله في فيديو جديد اول ما التقديم يفتح. اعتقد ان كده خلصنا. لو عندك اي سؤال او خطوه مش واضحه اكتب لي في التعليقات وسيب استفسارك وارد عليك بنفسي. لو حسيت ان المحتوى ده فادك ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس وتشير الفيديو لصحابك وزمايلك في الثانويه. دال على الخير كفاعله. اشوفكم على خير في فرصة جديدة، بالتوفيق لكل علمائنا القادمين. مع السلامة.